طيب يا جماعة، احنا دلوقتي هنزرع معاكم النعناع. طبعا انا على قناتي قبل كده، لو انت متابعني كنت شفت كذا طريقة قبل كده. طريقة في الزجاجة بنفس الطريقة دي، وطريقة في المياه بدون تربة، في المياه فقط، وتقدر تزرعها في أي مكان. بس احنا دلوقتي جايين بطريقة تاني، طريقة مية مية. طبعا ده نعناع لسه شاريه من السوق دلوقتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان نزرعه في المنزل وتبقى الطريقة معانا مية مية، ويبقى معانا نعناع طول السنة. هنشرح دلوقتي هنعمل ازاي والطريقة الصحيحة ازاي. ده طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم، حضراتكم شايفين ده عود نعناع. ده عود نعناع هتبدأ تحشيه دي كده بالظبط، وتسيبه غير عرقين من فوق بس فقط، غير عرقين من فوق فقط. تمام. ونبدأ نعمل كله، طبعا كله بالشكل ده، كله هنبدأ نحوش اللي فيه بالشكل ده. طبعا لو طول معاك زي كده عادي تقدر تقصه بالشكل ده، ويبقى انت كده استفدت بايه؟ وبعدين فقط. انت كده استفدت ايه؟ بعدين. وتبدأ تسيب ده لوحديه وده لوحديه، ونخش عليهم طبعا كلهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحوش برضو الورق اللي فيه كله ونقسمه ايه؟ نصين، واحد هنا والتاني هنا. طبعا انا اللي بقصه ده، اللي انا بحوش الحته اللي من تحت دي مش هزرعها كده عشان ما تنفعش. ده ينفع الزرع زي ما هو في التربه عادي، انما دي ما تنفعش. دي لازم تتحط في الزجاجه زي كده، ويبدا ينبت معاك بعد كده من فوق بالشكل اللي انت شايفه ده، عشان لسه ما فيش جذور. لازم تحطه في المياه وبعد كده يعمل معاك كميه جذور رهيبه. دي شكل ايه؟ النعناع. تقدر تزرع معاك النعناع بقى طول السنه. طبعا لو انت متابعني كان شفت على قناتي فيديوهات كثيرة ازاي تحتني بعد الخضار، بعد النمو بتاعه بعد 20 يوم، وايه التسميدات اللي انت لازم تحطه للنعناع عشان يبقى معاك بالشكل ده، زي نفس الطريقة اللي انت شايفها دي. طبعا كل حاجة على القناة تلاقيها. تمام. بص يا جماعة، انا هبدأ اعمل طريقة كثيرة. المهم بقى خلينا احنا في المفيد. تمام. اخر عود ده هعمله وبعد كده اوريكم ازاي ازرع بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا جايب نعناع كتير من السوق. طبعا كده تمام. خلينا في دولة، سيب دولة دلوقتي، خلينا في دولة عشان تزرع دولة ويبقى معاك مية مية ويخدروا في اي مكان انت تقدر تزرع. بس كل اللي عليك طبعا انا هزرع في دي شكارة. بس طبعا انا رابطها بالشكل اللي انت شايفينه ده من تحت عشان تدينا الشكل الدوائري. وما تنساش برضو انك تخرمها من تحت علشان نمو وتخدير يكون اسرع وتحتفظ بالتربة. دلوقتي احنا هنبدأ نحط فيها التربة، طبعا طين مع رمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل الرمل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ونبدأ برضو نحط تربة تاني. بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انت لازم تحط تربة كتير علشان نمو التخدير يكون اسرع. طبعا ده الشكل اللي انتوا ايه شايفينه. طبعا هنا بعد ما احنا عبينا ايه التربة، شايفين شكل الشكارة ادت معانا الشكل الدائري ازاي؟ نفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. ده شكل. وتبدأ انك تجيب بقى ايه اللي هي العروق اللي احنا لسه عاملينها. تمام. وتبدأ انك تغرزها لتحت كده بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا بعد 20 يوم هتشوفوا معاك الخضار ناجح و100%. ان شاء الله من تاني اسبوع هتشوف معاك الشكل ويبقى معاك 100 100. هتشوف النعناع ده هيعمل معاك ايه بعد 20 يوم.
ما تنساش تصلي على النبي في اخر الفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وده المنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا دلوقتي هبدا ان ايه، اني اسقيه وارويه بشكل يومي عشان يدي معانا الخضار اللي انتوا شايفينه ده. ده الخضار اللي انتوا شايفينه. صلى على النبي وما تنساش تشترك له في القناه عشان يوصلك كل جديد.